اي حد فينا بيلعب بطولات، الترتيب بتاعه والنقط اللي بياخدها بتعتمد على الدور اللي وصل له. يعني ايه؟ يعني اللي بيوصل للسيمي فاينل بياخد نقط اكتر من اللي بيوصل دور الثمانيه، واللي بيوصل سكند راوند بياخد نقط اكتر من اللي وصل فيرست راوند. وده بغض النظر عن مستوى اللعيب اللي لعبه. يعني ممكن واحد يخسر فيرست راوند وهو ملاعب سيد 1 اجمد واحد في البطوله، وواحد تاني يوصل السيمي فاينل وياخد نقط اكتر منه وهو ما لعبش حد في السكه اجمد من سيد 1. طيب هل في طريقه تانيه للترتيب وللنقط بتقيم مستوى اللاعب بطريقه مختلفه شويه عن طريقه النقط العاديه اللي متبعه في الاتحاد الدولي والاتحاد المصري والاتحادات كلها؟ في حاجه اسمها دبليو تي ان، الورد تنس نمبر، وقبليها كان في حاجه اسمها اليو تي ار. ايه الدبليو تي ان ده بقى؟ خصوصا ان هو كل اللعيبه بتوعنا اللي بيلعبوا بطولات محليه عنده دبليو تي ان بتاعه. الدبليو تي ان ده حاجه بتدي لك تقييم بناء على مستوى اللعيب اللي انت بتلعبه. يعني ايه؟ مش على الراوند اللي انت وصلت له، على مستوى اللعيبه اللي انت لعبتهم. وهو بينفع في حاجات كتير جدا. انا ممكن اقول الحاجات الاول. هو اولا وسيله تقييم مستواك حلوه جدا، تقدر تقارن نفسك بالدبليو تي ام بتاع اللعيبه المحترفين كلهم مش ازاي، وكان الدبليو تي ام بتاعهم ايه هم صغيرين وارتفع ازاي. الحاجه الثانيه بيساعدك تقيم الماتشات المنافسين اللي هي مفيده ليك. يعني ايه؟ يعني هو بيدي لك حاجه اسمها الجيم زون. ايه الجيم زون ده؟ منطقه الماتشات المنافسين اللي انت تقدر تكسبهم بصعوبه، اللي هو يدي لك ماتش يعني مش ميس ماتش. ماتش يعني حاجه متكافئه، ميس ماتش يعني مش متكافئ. بالحساب بيقول لك دي ماتشات لو لعبتها تكسبها بين 35% و65%. يعني لو انت هتكسبها اكتر من 65% يبقى ماتش محسوم اصلا تقريبا انت كسبانه. ولو هتخسر لو هتكسبه اقل من 35% يعني ماتش محسوم للمنافس. فدي مش ماتشات، دي ميس ماتش، يعني الاثنين مش متكافئين. لكن المنطقه من 35 ل 65% دي منطقه الماتشات المفيده ليك، ان انت لو لعبتها بتستفيد وهو بيستفيد. طب الدبليو تي ان ده بيتحسب ازاي؟ هو بيتحسب بالست. يعني ايه؟ يعني البرنامج بيتوقع انت لو لعبت واحد اجمد منك ان انت مثلا هتتغلب 6 3 6 3. لو النتيجه طلعت فاينل ست، في فرق حصل في النتيجه لصالحك، نقطك بتزيد. لو حصل فرق في النتيجه ضدك، نقطك بتقل. يعني مش بس بيقيم المكسب والخساره، ده بيقيم بالست. يعني انت لو المفروض تخسر 2 ست وخدت ست، نقطك تزيد جامد. هو بيحسب لك ست ست. طيب ده كده بيحكم على مستواك بكواليتي الماتشات، بنوعيه الماتشات اللي بتلعبها. يعني حكايه ان انت تروح تلعب بطوله ضعيفه وترتيبك يعلى ما بتسمعش معاك خالص. طب ايه اهميته؟ اهميته انه حاليا بقى وورد تنس نمبر، الاتحاد الدولي بيعتمدوا في كل حاجه. يعني انت عشان تلعب بطوله اي تي اف، لو ما عندكش نقط اي تي اف، الدبليو تي ان هو اللي بيخلي عندك اولويه تلعب. يعني الدبليو تي ان بتاعه، هو الدبليو تي ان بيمشي من 1 ل 40. ال 40 ده اقل حاجه، 1 ده اعلى حاجه. يعني اللي الدبليو تي ان بتاعه احسن بيتاخد في الترتيب قبل اللي الدبليو تي ان بتاعه اقل، بغض النظر عن الترتيب المحلي. وبغض طبعا انت لسه ما كنتش جبت ترتيب دولي. غير الاي تي اف في جهات ثانيه بتعتمده، طبعا الاتحادات الاقليميه زي الاتحاد الاسيوي اللي هو بيعمل بطولات دلوقتي في السعوديه وفي الامارات، وزي الاتحاد الافريقي الكات بيعتمد الدبليو تي ان. يعني انت لو ما عندكش ترتيب افريقي، الدبليو تي ان بتاعك يخليك اولويه عن اللعيب الثاني الدبليو تي ان بتاعه عنده اقل. طب في حاجه ثانيه، طبعا في حته مهمه جدا، جامعات امريكا. جامعات امريكا كلها بقت ده التقييم او التقييم الرسمي ليها. يعني انت عشان تكلم كوتش هناك او حاجه، هو بيبقى عارف الدبليو تي ام بتاعك انت مستواك ايه. الجامعات دي كل جامعه ليها رينج دبليو تي ام بتاعها، يعني احسن لعيب عندها كذا واقل لعيب كذا. فانت لما تيجي تدخل على السايت بتاع الجامعات وتنقي، بتدور على المنطقه المناسبه للدبليو تي ام بتاعك. فيعني هو حاجه موجوده اوريدي ومعموله على الموقع بتاع البطولات، ومفيده جدا، بس احنا مش مذاكرينها قوي. هي مبنيه على الجوريزم. بالمناسبه الجوريزم دي جايه من الخوارزمي العرب اللي عملوا القصه يعني. مبنيه على الجوريزم قوي جدا وبيحسب القصه، وموجوده في اتحادات كتيره جدا. معظم اتحادات العالم دلوقتي شغاله، وكل ما طبعا الداتا بيس بتوسع كل ما الدقه بتاعته بتزيد. شكرا.